ورد عن واحد من الصحابة اسمه حذيفة بن أسيد الغفاري. سيدنا حذيفة بيقول إن إحنا كنا قاعدين بنتذاكر، يعني كانوا قاعدين بيتكلموا عن علامات الساعة، فهم قاعدين بيتكلموا النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فالنبي قال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا له إن إحنا بنتكلم عن الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني الساعة مش هتقوم إلا لما يحصل قبلها 10 علامات أو 10 آيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد 10 آيات أو 10 علامات، وعشان كده العلماء سموهم بالعلامات الكبرى، 10 علامات كبرى لقيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والعلامة العشرة والأخيرة: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده ذكر العشر علامات الكبرى اللي هتقوم بعدها الساعة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن واحدة من علامات الساعة الكبرى، وهي الدخان. والدخان هو علامة من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هي هتحصل قرب قيام الساعة، واحدة من 10 علامات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة مش هتقوم غير لما العشرة دول يحصلوا. والدخان علامة من العلامات اللي عليها خلاف، بعض العلماء بيقول إن هي حصلت بالفعل، وبعضهم بيقول إن هي لسه ما حصلتش، فهي علامة من العلامات اللي مختلف عليها، مختلف عن وقت أو ميعاد ظهورها. والاختلاف ده مش اختلاف حديث، الاختلاف ده موجود حتى بين فقهاء الصحابة، فحتى فقهاء الصحابة مختلفين عن وقت العلامة دي. بعضهم قال إن هي ظهرت بالفعل، وبعضهم قال إن هي لسه ما ظهرتش وهتظهر في آخر الزمان قرب قيام الساعة. فهل الدخان حصلت فعلا ولا لسه ما حصلتش؟ وليه العلماء مختلفين في وقت حصولها؟ ولو هي لسه ما حصلتش، في إيه هيكون ترتيبها وسط العلامات العشرة؟ ده اللي إن شاء الله هنتكلم عليه في فيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة، وإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. الفيديو ده هو واحد من فيديوهات سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن كل الأحداث والتفاصيل اللي هتحصل قبل قيام الساعة. وزي ما دايما بنقول وبنأكد إن أحداث النهاية وعلامات الساعة وردت في القرآن والسنة النبوية، فواجب على كل مسلم صحيح الإيمان وصحيح العقيدة إن هو يسلم ويؤمن بالأحداث دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيها ووردت في أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لو ده أول فيديو تشوفه ليا، انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. هل الدخان حصل فعلا ولا لسه ما حصلش؟ زي ما قلنا في اختلاف بين العلماء، والاختلاف ده اصلا نتيجه ان في اختلاف حصل بين الصحابه نفسهم، فالصحابه رضي الله عنهم مختلفين في الموضوع ده. منهم اللي بيقول ان الدخان حصل فعلا زي سيدنا عبد الله بن مسعود. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن مسعود سافر من المدينه للكوفه في العراق، وعاش هناك فتره من حياته. الراوي بيقول واحنا قاعدين عند عبد الله بن مسعود دخل علينا واحد. الراجل اللي دخل ده قال لسيدنا عبد الله بن مسعود ان في واحد من الناس بيقول ان الدخان ده لسه ما حصلش، وان هو لسه هيحصل قبل قيام الساعه، وان الدخان ده لما هيحصل هيكون زي الزكام على المسلمين، يعني زي دور البرد كده، لكن على الكفار هياخد بنفوسهم، يعني هيكون سبب في هلاكهم. سيدنا عبد الله كان مضطجع، يعني كان نايم على جنبه كده، فلما سمع الكلام ده اتعدل وقام، وكان غضبان وزعلان جدا من اللي هو سمعه. بدأ يكلم الناس وهو متعصب ومتضايق جدا، وقال للناس اتقوا الله، محدش يتكلم بحاجه هو مش عارفها، اللي عارف حاجه يقولها واللي مش عارف حاجه يقول الله اعلم. فلما واحد فيكم يتسأل عن حاجه هو مش عارفها يقول الله اعلم، وده احسن بكتير من ان هو يتكلم في حاجه هو مش عارفها اصلا. بيكمل كلامه بيقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما انا من المتكلفين، يعني محدش فيكم يتكلف بحاجه هو مش عارفها اصلا، محدش يتكلم في حاجه هو ما عندوش علم بيها. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان بيتكلم بشده وقسوه جامده جدا، كان بيتكلم بعصبيه، لان هو كان شايف ان كل اللي اتقال ده كلام غلط ومش حقيقي، وان الدخان حصل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكمل كلامه بيقول لهم ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر من مكه للمدينه، كان شايف ادبار من المشركين، كان شايف ان هم معرضين ومش عايزين يستجيبوا للدعوه. ففي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا على كفار قريش، دعا ربنا ان اهل قريش يشوفوا 7 سنين عجاف زي ال7 سنين اللي كانوا في عهد سيدنا يوسف عليه السلام مع اهل مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش عشان يرتدعوا ويرجعوا تاني لربنا سبحانه وتعالى ويامنوا بالرساله. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول بسبب الدعوه دي عدت على قريش اول سنه صعبه جدا، كانت سنه ما فيش فيها مطر، وكان فيها جفاف وقحط شديد جدا، لدرجه ان اهل قريش ما كانوش لاقيين حاجه ياكلوها ولا يشربوها في الوقت ده، لدرجه ان هم وصل بيهم الحال من الجوع والقحط الشديد ان هم اكلوا جلود الحيوانات والحيوانات اللي ميته. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان الكافر في الوقت ده لما كان بيبص للسماء كان بيشوف زي الدخان، كان بيشوف حاجه شبه الدخان كده في السماء. الكفار والمشركين في الوقت ده كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعائه بيستجاب، كانوا عارفين ان في صله بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه، كانوا مؤمنين بيه، لكن هم بيكفروا بسبب الكبر والحقد والغيره والحسد. فهم من جواهم كانوا عارفين ان هو نبي من الانبياء، كانوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائه. في الوقت ده
ابو سفيان بن حرب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لسه من الكفار، وطلب منه ان هو يدعي ربنا يخفف عليهم، يدعي ربنا ان هو يرفع عنهم الغمه والقحط اللي هم عايشين فيه ده. ابو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انك جئت لتأمر الناس بطاعه الله وبصله الرحم، وقومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. سيدنا عبد الله بن مسعود بيكمل كلامه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيستدل بآية إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إن آية الدخان دي حصلت خلاص، فربنا سبحانه وتعالى مش هيكشف آية من آيات الآخرة، الآية دي كده حصلت خلاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المقصود بالبطشة الكبرى في الآية دي هو يوم بدر، يعني آية الدخان خلاص حصلت، وكمان البطشة الكبرى اللي هي يوم بدر حصلت هي كمان. فبالتالي رأي سيدنا عبد الله بن مسعود وبعض التابعين اللي واخدين برأيه إن الدخان حصلت بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مجموعة تانية من الصحابة والتابعين اللي بياخدوا برأيهم بيقولوا إن لسه العلامة دي ما حصلتش، وإن لسه الدخان ما حصلش وهيحصل قبل قيام الساعة. ومن أشهر الصحابة اللي بيقولوا إن لسه العلامة دي ما حصلتش وإنها لسه هتحصل قبل قيام الساعة هم سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم كتير من الصحابة والتابعين اللي قالوا بالرأي ده، واللي منهم الحسن البصري، وكمان هو ده الرأي اللي ورد في تفسير ابن كثير. وطبعا كلهم بيستدلوا بالآيات والأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بتقرن دايما الدخان بآيات كتير من علامات الساعة اللي لسه هتحصل في آخر الزمان. ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وربكم أنذركم ثلاثة، يعني في ثلاثة ربكم أنذركم بيهم لسه هيحصلوا إن شاء الله: الدخان يأخذ المؤمن منه كالزكمة، يعني هيكون عليه زي دور البرد كده، ويأخذ الكافر فينتفخ فيخرج من كل مسمع منه، يعني هيخش جوه الكافر فيخلي جسمه ينتفخ ويخرج من كل حتة منه. يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها الدخان، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قارن الدخان بالدابة والدجال اللي هم لسه هيحصلوا في آخر الزمان، هيحصلوا قبل قيام الساعة. فلو كان الدخان حصل بالفعل ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بالدابة والدجال. والعلماء هنا بيقولوا ان الترتيب مش مقصود، يعني مش مقصود ان الدابة والدخان والدجال يحصلوا ورا بعض بالترتيب ده، لكن عموم اللفظ ان هم يحصلوا في نفس الاحداث، هيحصلوا في نفس الفترة الزمنية، هيحصلوا كلهم قبل قيام الساعة. كمان ورد عن سيدنا علي بن ابي طالب ان هو قال بالنص: آية الدخان لم تمضي بعد، يعني آية الدخان لسه ما حصلتش أصلا. وسيدنا علي بن أبي طالب وصف الدخان وقال عنه إن المؤمن بياخد منه كهيئة الزكام، يعني زي دور البرد كده، وإن الكافر جسمه بينتفخ لحد ما ينقض، يعني لحد ما يهلك. كمان العلماء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. مبين هنا يعني علامة واضحة، علامة واضحة كل الناس هتشوفها. لكن في المقابل كلام سيدنا عبد الله بن مسعود إن الناس كانوا بيتخيلوا وجود دخان في السماء، فالدخان اللي هم كانوا بيشوفوه ده كان خيالات، مش دخان مبين واضح صريح لكل الناس. كمان العلماء بيقولوا: يغشى الناس هذا عذاب أليم. الناس هنا المقصود بها عامة الناس، ما كانش المقصود بيهم قريش بالتحديد، لكن المقصود بيهم عامة الناس، يعني كل الناس اللي موجودين في الوقت ده. كمان العلماء بيقولوا ان الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم قاعدين بيتذاكروا، يعني بيذكروا علامات الساعة، الحديث اللي ورد عن سيدنا حذيفة بن أسيد الغفاري. العلماء بيقولوا ان الأحداث دي كلها كانت بعد سنة 6 هجريا. العلماء بيقولوا ان سيدنا حذيفة أسلم متأخرا، بيقولوا ان هو أسلم بعد عام الحديبية. فالعلماء بيقولوا ان الحديث ده حصل بعد صلح الحديبية بعد إسلام سيدنا حذيفة، وإن الدخان لسيدنا عبد الله بن مسعود يقصده حصل بعد الهجرة وقبل بدر، يعني حصل سنة 1 أو 2 هجريا بالكتير، لأن بدر حصلت سنة 2 هجريا. فبما إن الدخان ده حصل سنة 1 أو 2 هجريا قبل موقعة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ال10 علامات واللي منهم الدخان بعد صلح الحديبية، يبقى الدخان اللي ورد في الحديث ده واللي يعتبر واحد من ال10 علامات لسه ما حصلش أصلا وهيحصل قبل قيام الساعة. فبالتالي الدخان اللي حصل لأهل قريش مش هو الدخان اللي مقصود ان هو من علامات الساعة، وان الدخان اللي حصل لقريش هو حاجة تانية خالص ومجرد خيالات كانوا بيتخيلوها في السماء. الدكتور راغب السرجاني بيقول ان الدخان من وجهة نظره هو اول علامة من علامات الساعة الكبرى، وبيستدل على كده وبيقول ان قبل خروج الدجال ب3 سنين هيحصل جدب وقحط كبير جدا. فهو بيقول ان ممكن يكون الدخان ده هو الجدب والقحط اللي هيحصل في السماء زي ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وان هم بسبب القحط والجدب ده كانوا بيشوفوا في السماء دخان. فزي ما الدخان حصل في السماء لكفار قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هيحصل كمان في آخر الزمان قبل خروج الدجال. كمان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنذركم ثلاثة: الدخان والدابة والدجال. ده معناه ان الدخان والدبة والدجال هيجوا ورا بعض، وان الدخان هيكون نذير باللي هيجي بعد كده، يعني هيعرف الناس ويبلغهم ان خلاص الساعة قربت
وخلي بالكم لازم تبداوا تتوبوا وترجعوا لربنا في الوقت ده، فهو هيكون علامه لقرب يوم القيامه، وهيكون نذير للناس ان هم يرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. فدي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو بينذر الناس وبيعرفهم وبينبههم ان قيام الساعه قربت، وان لما الناس هيدعوا ربنا ان هو يكشف عنهم العذاب ده، ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب ليهم وهيكشف عنهم العذاب ده، وهيعيشوا واحده من افضل فترات الحياه على الارض. هيعيشوا فتره مليانه خير وبركه وسلام في خلافه سيدنا عيسى عليه السلام، وبعد موت سيدنا عيسى عليه السلام هيرجعوا تاني للكفر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انكم عائدون، يعني هترجعوا تاني تكفروا بربنا سبحانه وتعالى، وان المقصود بالبطشه الكبرى هنا هي يوم القيامه بسبب عودتكم تاني للكفر وبعدكم عن اوامر ربنا سبحانه وتعالى، فده هيكون انتقام من ربنا ليكم. فده راي الدكتور راغب السرجاني ان الدخان هو اول العلامات، لكن طبعا الترتيب ده مفيش حاجه بترجحه او بتاكده، وان ترتيب علامات الساعه اصلا فيه اختلاف كبير بين العلماء، فالله اعلم هل الدخان هو اول العلامات فعلا ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي واستمتعتوا بيها. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان منتظرين ارائكم واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جايه، وما تبخلوش علينا باللايك والكومنت والشير لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.